القصة ديالنا غادي تبدا في واحد ليلة باردة من الليالي سنة 2004 في الدار البيضاء، بالضبط في واحد الحي شعبي معروف بالحركة. القصة ديالنا كتشبه لشي سيناريو ديال فيلم مافيا، ولكن للأسف هي واقعة حقيقية بكات الحجر والشجر. الضحية فيها رجل تعليم، أستاذ شاب في مقتبل العمر 34 سنة، إنسان درويش وعايز في طاعة الله، كيقري في العمومي وفي الخصوصي، كيضرب تمارة باش يوفر لوليداتو ومرتو حياة كريمة. الناس د الحومة كيحلفوا براسو عمرو أدا شي حد وعمرو جبد صداع، ولكن المكتوب كان كيوجد ليه نهاية مأساوية. الأستاذ رجع من الخدمة مع ديك 8 د الليل، عيان مهلوك بالوقوف والشرح. يلاه دخل لدارو، حط الساروت وهو يصوني تليفونو. المتصل كان صاحبه وجارو. الو أستاذي، الله يحفظك، واش جبتي لي ديك الأمانة بدود الزيت اللي وصيتك عليها؟ الأستاذ بطيبته المعهودة جاوبه: هي الأولى صاحبي، أنا هبط دابا الكران معطيه ليك. ما كانش عارف مسكين باللي هذيك الهبطة هي الرحلة الأخيرة. نزل الدرب، الدنيا كانت خاوية وشبه مظلمة. وقف حدا طوموبيلتو، فتح الكوفر، جبد البيدود الزيت وبغى يسد الباب. في ديك اللحظة بالذات تسمع صوت موتور ديال الطوموبيل كيترعد ويعنعن، صوت ديال الموت جاية كتجري. واحد الطوموبيل جاية بسرعة جنونية بلا فرامل، قصده هو بالذات. الأستاذ هز راسو، لقى الضواو في عينيه وما بقاش عنده الوقت فين يهرب. طراه! الصوت كان بحال الانفجار. السيارة المجهولة عجنات الأستاذ مع طوموبيلته. الضربة كانت عنيفة لدرجة أن الباب د الكافر تضغط، والأستاذ طاح جثة هامدة في البلاصة، والدم تخلط مع الزيت اللي كان في يدو. الناس د الحومة خرجوا مخلوعين على صوت الكسيدة. شافوا سيارة من نوع بيجو 405 كترجع مارشاريير بسرعة وكتعاود تكسيري وتهرب في الظلام. القاتل ما وقفش يشوف، القاتل ضرب وهرب. البوليس، الضابطة القضائية والوقاية المدنية وصلوا. المنظر كان كيبان في الأول بحال حادثة سير وفرار، ولكن المحققين لاحظوا شي حوايج ماشي هما هادوك. النية المبيتة، الشهود قالوا الشاف هادوك جاو قاصدينو نيشان، هاديك تصفية ماشي كسيدة. الأدلة الصامتة، في مكان الاصطدام لقاو طروفة طايحين من سيارة الجونات، طرف من البارشوك وطرف من بولة مهرسة. واحد الشاهد قال: شفت الداخل ديال الطوموبيل، كانوا جوج دراري للقدام وكانت بنت راكبه اللور. البوليس بداو كيدوروا في كازا كيقلبوا على بيجو 405 مهرسه من القدام، ولكن الفرج جا من عند واحد الشاب صغير خدام ميكانيسيان متعلم في واحد الحي قريب. جا عند البوليس وهو خايف وقال لهم: الشاف، انا شفت الطوموبيل بحال اللي كتقلبوا عليها مخبيه في واحد الكراج تابع لواحد الخوت في الحومه، ومغطرينها باش ما تبانش. هاد المعلومة كانت هي المفتاح. فرقة الأبحاث مشات للمكان المعلوم، داهموا الكراج وفعلا لقاو السيارة المبحوث عنها. السيارة كانت مدقدقة من القدام، والبارشوك ديالها طاير، والبولة مهرسة، نفس البولة اللي طروفها بقى وحدة جثة الأستاذ. البوليس اعتقلوا جوج خوت شباب في العشرينات، 26 و 28 سنة. في التحقيق الأولي نكروا: حنا ما درنا والو، راه غير كسيدة عادية وهربنا من الخلعة. ولكن المحقق زيرهم: كسيدة وقصدتوه هو واقف، والناس اللي شافوكم كنتو كتنعتوا فيه قبل ما تضربوه، هادشي راه قتل عمد. شكون هاد البنت اللي كانت معاكم؟ وعلاش قتلتوا أستاذ ما بينكم وبينه والو؟ هنا الخوت طاحوا واعترفوا بالدافع اللي صدم البوليس وصدم الناس. قالوا: قتلناه باش نغسلوا شرافنا، قتلناه حيت تعدى على اختنا الصغيرة. شكون هاد البنت؟ وشنو دارت؟ البنت هي فتاة 21 سنة، كانت خدامة منظفة في المدرسة ديال الأستاذ. جات عند خوتها كتبكي وقالت لهم واحد الكذبة كحلة، كذبة خلاتهم يهزوا الطوموبيل ويمشيو يرتكبوا مجزرة. شنو قالت هاد البنت لخوتها؟ وشنو هي الحقيقة الصادمة اللي كشفها الطب الشرعي والتحريات؟ واش بصح الأستاذ تعدى عليها؟ ولا الأستاذ مات ضحية افتراء ديال شي شيطانة بغات تغطي على فضيحتها مع شي شمكار آخر؟ البنت في غرفة التحقيق من بعد ما الخوت الجونات قالوا للبوليس: قتلناه حيت اغتصب اختنا وحملها. البوليس جابوا الأخت المنظفة 21 سنة. البنت دخلات الكوميسارية وهي كترجف، بين عليها البراءة والضعف. المحقق اللي دازوا عليه بزاف القضايا ما تيقش الرواية من الدقة الأولى. سولها: واش بصح الأستاذ تعدى عليك؟ عاودي لينا التفاصيل. البنت بدات كتمتم: داني لدارو وتعدى عليا وهددني. ولكن البوليس جابوا زوجة الأستاذ الضحية. الزوجة وهي كتحرق بالبكاء على راجلها شافت في البنت وقالت للبوليس:
الشاف، هاد البنت كدابة. هاد البنت كانت كتجي عندي للدار، عاوناتني فاش ولدت، وكنا كنتهولاو فيها بحال ختنا. راجلي كان كيتهلا فيها ويعطيها حتى الصدقة، وكان كيعاملها بحال بنتو، مستحيل يشوف فيها شوفة ناقصة. هاد المواجهة خلات البنت تلون، ولكن مازال شادة في كذبتها. المحقق زيرها: شوفي، الأستاذ مات، خوتك غيمشيو للمؤبد، والطب الشرعي غيبين كل شي. قولي الحقيقة دابا، وإلا غتغرقي معاهم. هنا البنت نهارت وطاحت في الأرض، وفجرات القنبلة اللي سكتات الجميع. قالت وهي كتبكي: الأستاذ بريء، الأستاذ ما دار ليا والو، الأستاذ كان غير كيعاونني ب20 و30 درهم حيت عارفني ما عنديش. البوليس تصدموا: إذن شكون اللي حملك؟ وعلاش كذبتي على خوتك وصيفطيهم يقتلوه؟ الجواب كان أغرب من الخيال. البنت كانت على علاقة بشمكار، واحد من ذوي السوابق وواعر في الحومة، هو اللي حملها. ولكن هي خافت تقول لخوتها الحقيقة. علاش؟ قالت: خوتي دراوش، وإلا قلت ليهم راه فلان الشمكار هو اللي دارها غيمشيو يتضاربوا معاه، وهو واعر عليهم ويقدر يقتلهم. خفت عليهم منه. فكرات بعقلها الشيطاني: شكون هو الحيط القصير اللي نقدر نلصقها فيه وما يوقع والو؟ طاحت عينيها على الأستاذ. قالت مع راسها: الأستاذ درويش خواف، ما عندوش مع الصداع. غنقول لخوتي هو اللي دارها، غيمشيو يضربوه ولا يخلعوه وصافي ويتسد الملف. ما توقعاتش باللي كذبتها غتشعل العافية في ريوس خوتها، وتخليهم يهزوا الطوموبيل ويمشيو يصفيوها ليه بدم بارد. البوليس رجعوا عند الخوت الكاشو وقالوا لهم الحقيقة: راكم قتلتوه راجل بريء، اختكم كانت حاملة من واحد آخر وكذبات عليكم باش تحمي عشيقها الشمكار. الخوت في ديك اللحظة تمناو كون الأرض تبلعهم. قتلوا روح عزيزة عند الله، قتلوا أستاذ كان كيدير الخير في اختهم، ويتموا وليدات صغار، كل شي بسبب التسرع وبسبب كذبة. حكم العدالة، المحكمة كانت صارمة جدا، حيث الجريمة فيها ترصد وبشاعة. الأخ السائق القاتل الرئيسي تحكم ب30 سنة سجنا نافذا. الأخ الثاني المشارك تحكم ب10 سنوات. البنت المحرضة نالت جزاءها بتهمة الوشاية الكاذبة والمشاركة، ولو أن القانون الجنائي في ذيك الوقت كان قاصر في حقها مقارنة بالجرم، ولكن ضميرها غيبقى يعذبها حياتها كاملة. العبرة من القصة: الظلم ظلمات. الأستاذ مات شهيد الغدر، ولكن ربي فضح الجنات في ظرف 24 ساعة بفضل بولة مهرسة وشاهد ميكانيسيان. النية: الأستاذ كان كيدير الخير، والخير عمره ما كيمشي، حيث ربي سخر ليه اللي ياخد ليه حقه وهو ميت. الله يرحم الأستاذ ويسكنه في فسيح جناته. دابا السؤال لكم: شكون اللي كيستحق العقوبة الأكبر في نظركم؟ واش الخوت اللي نفذوا القتل، ولا الأخت اللي كذبات وخططات؟ شاركونا آرائكم في التعاليق.